واش عمرك حسيتي براسك استسلمتي قبل واحد شويه من جهه داك لو فري شونجمون؟ يمكن اكبر خطا في حياتنا كنديرو هو اننا كنقرروا باللي صافي اللعبه سالات وهي راه باقي ما سالاتش. البارح في الماتش ديال المغرب مع هولندا لاحظنا بانه بزاف ديال الناس كانوا تيقولوا مع راسهم صافي سالا الماتش، صافي ما ربحناش، صافي غالبا غادي نخسروا، واحتمال انهم يربحوا كان شبه منعدم. ولكن المنتخب المغربي بقى مكمل، بقى محافظ على التركيز ديالو، بقى مكمل اللعب حتى لاخر دقيقه، ولاحظنا بان المباراه كامله تبدلات النتيجه. وهنا واحد الدرس نفسي مهم خاصني نعرفوه، هو انني فاش كنكون تحت الضغط او دخلت لواحد المرحله ديال الضغط فالدماغ ديالي اوتوماتيكمون كيبدا كيدفعني باش نحبس، لان بالنسبه لي هذيك واحد الحاله ديال الخطر اللي دخلت فيه. ولكن اللي خصنا نعرفوه هو ان الافكار اللي كتجينا في واحد الحاله ديال فاش كنكونوا تحت الضغط هي غالبا واحد الافكار غير واقعيه. اغلب الاوقات النجاح ما كيكونش مع غير اللي قوي، ولكن كيكون مع هذاك اللي كيبقى مكمل وواقف. وهنا مهم انني خاصني نعرف ان لو بون شوا راه ماشي هو انني غادي ناخذ واحد القرار باش انني غنحبس غير حيت جاتني الفكره انني خاصني نحبس. فاللي خاصني نعرفو مزيان هو ان في الحياه اون جينيرال كتقدر تكون واحد الدقيقه وحده اللي تقدر تبدل توت اون ستوار. هذاك الشيء علاش هذيك الدقيقه راه ممكن تكون هي واحد الفاصل اللي ما بيني وما بين هذاك لو شونجمون اللي انا كنت كنقلب عليه.